ويسعد مساكم صبايا، شلونكن؟ ايش اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. طبعا راح بشر نهاري بدل فنجان القهوة بكاسة نسكافيه الي وكاسة حليب لبنتي. اليوم مخططاتي راح انزل على المول، راح اجيب شوية اغراض وراح اطبخ طبخة اللي هي كرات اللحمة. طبعا بس جيت من المول راح افرجيكم المشتريات. طبعا نزلنا على المول. هذا المول طبعا كبير. الطابق الأول هو أغذية منظفات ومكتبة يعني كتير شغلات فيه، بس إنه مختص بالأغذية. الطابق اللي بعده هو ألبسة، شو اسمه، عطورات، مكياجات مثل ما شايفين. طبعا كتير حلو هالمول وكبير. والطابق اللي بعده كمان ألبسة. الطابق الفوقاني هو عبارة عن مثل ألعاب للأطفال. في كتير ألعاب طبعا. رح نطالع كمان بنتي لفوق نلعبها شوي، وبعده نرجع على الطابق الأول مشان ناخد أغراضنا. هون مثل ما شايفين بنتي صارت تلعب الزحلوطة، وبعدها كمان لعبت بالنطاطة. يعني طولنا، ما انه هيك، ضلينا تقريبا شي ساعة. وبعدها أكلنا ونزلنا. طبعا ما صورت لكم كتير بالطابق الأول. الأغذية والمنظفات كان في كتير عالم، يعني زحمة. شوفوا هون بنتي كانت عم تلعب بهي، ما بعرف شو اسمها، تطلع ضفدعة بتضربها. متحمس ابني الصغير كمان صار يساعدها يضرب معه. المهم اشتريت يعني اغراض من الطابق الاول. رح فرجيكم اياها بس وصلت البيت. شوفوا هذا الطابق الاول اللي هو منظفات. هون قسم للمنظفات طبعا عاملينه، وقسم هون مثل الديودورانات وعطورات، وقسم للاطفال، وقسم كمان مشروبات مثلا نسكافيه، قهوة، حليب مثل ما شايفين. وهون كمان أكلات، يعني بسكويتات هيك شغلات، شيبسات، عصاير. وهاي بس رجعت البيت طبعا أفرجيكم مشترياتي. اشتريت طبعا دوس بندورة، جبنة شلال، لبنة، كمان اشتريت برازق، واشتريت كمان 3 بواحد. واشتريت زهورات وحليب لبنتي، طبعا لونه زهري حسرا، هي يعني بتحب الزهري. وحليب ابيض، وقهوة هي اول مرة بجربها، هي الشامي، ما بعرف طيبة او لا. وقهوة ونسكافيه كمان. هون بشرت لكم طبختي اللي هي لحمة، فرمت بقدونس ناعم، بصل ناعم كمان. وبدي اضيف عليها بهارات اللي هي بهارات مشكلة وملح. وكمان بدي دبس فليفلة احطه شوي فوقه. بعده بدي اخلطهم مع بعض لحتى انه تختلط المكونات مع بعضها. وبدي اعمل جنبه كمان رغيف، حطيت فوقه دبس فليفلة وشوية بصل وبقدونس مثل ما شايفين. وطبقتها بالصينية هيك، وبعدها حطيتها بالفرن طبعا. وعملت جنبه بيواز اللي هو بقدونس وبصل وفليفلة وملح ليمون وملح وزيت. طبعا هيك كان شكله بعد ما طلعتها من الفرن. وبعدها كمان هدول الرغيف الخبز كمان حطيته بالفرن. طبعا الخبز شلت كرات اللحمة من الصينية. الصينية ضل فيها مثل الدهنة، فحطيت الخبزات فوق الدهنة ورجعتها على الفرن مثل ما شايفين. وهي طبختنا طبعا كتير طيبة ولذيذة، بتمنى تجربوها. وإذا وصلتوا لهون بالفيديو بتمنى تحطوا اشتراك ولايك ليصلكم كل شي جديد.